الله أكبر. كل إنسان سيلقى الله. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. يا من عصيت الله، يا من ارتكبت المعاصي، انت يا اللي شاهدت الافلام، سمعت الاغاني، ما صليتش. تخيل حالك مكان هذا الشاب، تخيل حالك محمول على الاكتاف، تخيل حالك وانت مساق الى القبر. الله أكبر. ايش حيكون حالك؟ شيخ رجب، ايش حيكون حالك لو اتاك ملك الموت يا شيخ ابو حمزه؟ حيكون حاله إذا كان من أهل الصلاح، إذا كان من أهل المساجد والصلاة والصيام والقيام والابتعاد عن المعاصي والمنكرات، سيكون قبره روضة من رياض الجنة. عارف يا شيخ رجب، بعد ما يغسل ويكفن ويذهب به إلى المقبرة يوضع بالقبر ويتسابق أهله وإخوانه حتى يضع عليه التراب. أهلك وإخوانك سيتسابقوا حتى يضعوا عليك التراب، سيتعاشروا عليك، يضعوك تحت الأرض. بعد ما يدفنوك في القبر ويجي يطلع من المقبرة، بتسمع قرع نعالهم، بتسمع قرع النعال. ثم يأتي ملكان منكر ونكير، يأتي الملكان فيجلسان الميت فيسألونه من ربك؟ من ربك؟ إذا كان من أهل الصلاح والطاعة والصلاة فسيقول ربي الله، لأنه عرف طريق الله سبحانه وتعالى، عرف طريق الله في المساجد، في الصلاة، في القيام، في الركوع، في السجود، في الابتعاد عن رفاق الصوف، في بر الوالدين. إذا كان عاصي لله سبحانه وتعالى ايش حيكون حاله؟ سيقول ها لا أدري، وسيسأل ما دينك؟ وإذا كان من أهل الصلاح سيقول ديني الإسلام، عرف طريق الإسلام، ابتعد عن المعاصي والمنكرات والتزم بالطاعات. أما إذا كان من أهل المعاصي والمنكرات فسيقول لا أدري، وسيسأل ماذا تقول في الذي بعث فيكم؟ إذا كان من الملتزمين بالسنة وانتهج نهج النبي عليه الصلاة والسلام فسيقول محمد صلى الله عليه وسلم. أما أيضا إذا كان من أهل المعاصي والمنكرات فسيقول لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت. انت ما عرفتش لا الله ولا النبي ولا الإسلام في الدنيا. الله سبحانه وتعالى سيثبتك في السؤال أنت في القبر لا دريت ولا تليت، فيضرب بمطرقة من حديد لو ضرب بها جبل لسار ترابا، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاع
يسمى الشجاع الأقرع. هذا حاله في القبر، ويكون قبره حفر من حفر النار والعياذ بالله. لما يجي ملك الموت يا شيخ ابو حمزة، لما يجي ملك الموت يقبض روحه، لما يجي الموت ويكون من اهل المعاصي بيصير يتندم يقول يا ريت صليت، يا ريت بريت بابوي وامي، يا ريت ما اتبعتش صاحبي، يا ريتني صمت، يا ريتني ما سمعت الاغاني، يا ريتني ما شاهدت الافلام، يا ريت. لكن هيهات يا شيخ ابو عبد الرحمن، هيهات، انتهى الامر. ما ينفعش الندم، لا ينفع الندم، انتهى، الصحف انطوت وباب التوبة اغلق. لا تقبل توبة العبد، إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني طول ما هو لسه روحه معاه ولم يقبضها الله سبحانه وتعالى فهو في فسحة وفي وسع، معاه مجال انه يتوب، معاه مجال انه يرجع الى الله. يا رب تبت اليك، يا رب ندمت على ما فات، يا رب رجعت اليك. لكن يوم تبلغ الروح الحلقوم وياتي ملك الموت ليقبض هذه الروح، تنزع منه جميع الصلاحيات، تنزع منه جميع الصلاحيات. ماذا سيقول؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يا رب بدي اصلي، يا رب بدي اصوم بس دقيقة تاني، بس تاني اتشاهد، بس اتشاهد. اذا كان من اهل الصلاح يا ابو حمزة بتشاهد، من الناس اللي لقيناهم يا شيخ ابو حمزة ميت وساجد، مات في الجامع وساجد، مات وهو صايم. ومن الناس يا شيخ ابو حمزة لقيناه ميت وهو مسطول، ميت وهو مسطول، ميت وهو بيزني، ميت وهو بيسب الذات الالهية، بيسب الرب وبيسب الدين. على اي حال سيبعث هذا، على اي حال سيبعث. كل انسان سيبعث على ما بعث عليه، على ما ختم عليه كل انسان. ايش بتقول؟ حيختم عليك حتى اذا جاء احدهم الموت شيخ ابو حمزة قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تعرف يا شيخ ابو حمزة كيف كانوا الصالحين، ايش كانوا بيفعلوا في بيوتهم؟ كان الواحد منهم بيحفر له قبر في داخل بيته، في داخل داره بيحفر له قبر عشان لما يقسى قلبه وتجف عينه من الدمع بيدخل في قبره ويتمدد وينام في قبره حتى يتذكر لقاء رب الارض والسماوات، حتى يتذكر لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى. هارون الرشيد لما حضرته الوفاة قال لأولاده وقد حفروا له القبر خذوني إلى قبري،
خذوني إلى قبري. فحملوا هارون الرشيد، حملوا والدهم إلى القبر ووضعوه في القبر، ثم قال وصرخ: ما أغنى عني مالية. الله أكبر. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية. والله ما حتنفعك المصاري، مش حتنفعك الفلوس، وما جمعت وما أكلت وما شربت وما ادخرت، وبتقول والله بدي أعمل بكرة مستقبل لأولادي، وأنت غافل وأنت ساهي وأنت لاهي وأنت تلهث وتجري في الدنيا، تجري في الدنيا. ثم لما يحين الأوان ويأتيك ملك الموت، ماذا ستقول لربك؟ ماذا ستقول لربك؟ سمعنا كتير قصص عن آباء ملكوا فلوس كتير وأموال كتير من الأغنياء، من الأثرياء، من أصحاب الأموال، ما نفعتهم أموالهم. والله يا شيخ رجب أنا أذكر قصة واقعية مش في الخيال، قصة لإنسان ثري غني، لكن المال والمصاري أنسته لقاء الله جل جلاله. مرض هذا الإنسان ونام في إحدى المستشفيات، فجاءه من يزورونه ليذكروه بالله. قالوا له يا فلان ارجع إلى الله، توب إلى الله، يا فلان اعمل الصالحات، صلي قبل أن يصلى عليك، ما تكونش آخر صلاة حينما تحمل على الأكتاف وبياخدوك على المسجد وبيصلوا عليك. هذه هي المرة الوحيدة يا فلان تدخل فيها بيت رب العالمين، والله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات ينادي عليك في كل صلاة: يا عبدي حي على الصلاة، يا عبدي حي على الفلاح. عارفين يا إخوة إيش قال لهم هذا الراجل، هذا الإنسان اللي نسي نفسه، الذي نسي نفسه ونسي لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى؟ عارفين إيش قال؟ سأشتري الجنة بمالي. الله أكبر. سأشتري الجنة من ربي بمالي. فيش فلوس، فيش مصاري، يوم القيامة حساب، يوم القيامة كفة فيها سيئات والكفة الأخرى فيها حسنات، وعندك رقيب وعتيد بيكتبوا ويسجلوا عليك كل كلمة، كل حركة، وكل سكنة، وكل مشية، وكل شيء تعمله في هذه الدنيا بيكتب عليك. ايش الدليل يا ابو حمزة من القرآن؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. شيخ ابو حمزة، السؤال إلي وإلكوا للقاعدين، جاهز للموت؟ جاهز للموت؟ جاهزين لهذه اللحظة؟ جاهزين لما تتربط؟ جاهزين لما يغسلوك وانت مش قادر تتحرك
مش قادر تحرك حالك، بينظفوك وبيجهزوك وانت مش قادر تحرك حالك، مش قادر تقولهم كلمة، جاهزين للموت. اللي متجهز للموت كلنا متجهزين للموت. يشوف ايش علاقته مع ربه، ويشوف كيف علاقته مع ربه. شيخ ابو حمزة معقول ما رجعش للدنيا ولا دقيقة؟ طب بدي اتوب، خلاص قضي الأمر. طب ثانية ولا لحظة، دقيقة خلاص قضي الأجل. بدي اصلي، قضي الأجل، بدي لا رجعة، اتشاهد، لا رجعة، خلص ما فيش امل. انتهى الأمر. الله اكبر. حتى إذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ما فيش مجال، ما فيش مجال، لحظة الموت خلص انتهى. لكن ربنا سبحانه وتعالى معطيك الآن المجال، بيقول لك توب وارجع. بتنزل كل ليلة عشانك وعشاني، وبقول هل من مستغفر، هل من تائب، هل من صاحب حاجة. ايش بتكون بتسوي؟ نايم ولا بتعصي ولا ايش بتعمل؟ بتنزل رب العزة جل جلاله في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا ليقضي حاجات الناس. خلي ربنا لما ينزل للسماء الدنيا يلاقيك بتدعي، يلاقيك واقف بين يديه وبتقول يا رب يا رب تبت إليك يا رب. معاك المجال انك تتوب. ليش نتوب؟ لأن الله سبحانه وتعالى شيخ أبو حمزة هو الذي يريد أن يتوب علينا. والله يريد أن يتوب عليكم. الله يريد أن يتوب علينا، لكن في المقابل هناك أناس يريدون غير ما أراد الله سبحانه وتعالى. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الذين يتبعون الشهوات. مين هم؟ أصدقاء السوء. عدوا معي. أصدقاء السوء، أصحاب الفضائيات، المغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات، الساقطين والساقطات. بدهم شبابنا في ضياع، بدهم شبابنا بعيدين عن الله، بدهم شبابنا ماشي مسطول في الشارع في علاقات محرمة، مترمل محشش. هيك بدهم شبابنا، بدهم شبابنا يكون وجهه نور. بدهم شبابنا وجههم نور من الصلاة من الطاعة. شيخنا أبو عبد الرحمن، ممكن واحد من اللي قاعدين يقول أنا أسرفت على نفسي للمعاصي، أعصيت، معقول يكون في توبة؟ معقول يكون في توبة شيخ؟ نعم في توبة، في توبة. الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة، فتح باب التوبة لكل إنسان يرجع إليه ويتوب إليه. لكن ما عليك إلا أن تستغفر، ما عليك إلا أن ترجع، ما عليك إلا أن تتوب. التوبة يا شيخ قبل هذه اللحظة، قبل أن يحمل على الأكتاف، قبل لحظة الموت، قبل لحظة الموت، قبل لقاء الله سبحانه وتعالى، قبل نزول ملك الموت إليك.